والله هذا الحديث يجعل الشعر شيبا ويجعل القلب يرتجف. كيف تأمن على نفسك يوم العرض على الله ألا تذهب تلك الحسنات التي نتجت عن أعمال كالجبال مقبولة وأنت في خلوتك مع نفسك؟ تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين أناس من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء خالصة نقية ناتجة عن أعمال مقبولة. ليأتين أناس من أمتي يوم العرض على الله بحسنات أمثال الجبال ناتجة عن أعمال عظيمة، فيجعلها الله هباء منثورا. تعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله خرهم لنا، صفهم لنا من هؤلاء حتى لا نكون منهم. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويصلون ويصومون. قال رسول الله: هم من جلدتكم أي من أمة محمد، ويتكلمون بألسنتكم ويصلون ويصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي يقيمون الليل. الله أكبر. ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.